صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. هنعمل مع بعض فطائر صحية لتقوية المناعة، نباتي، هشة وطرية جدا وطعمها حكاية. فطائر السبانخ الصحية بنكهة وطعم لذيذ جدا، وهي من أهم المقبلات المهمة جدا على السفرة وكمان للعزومات. ولو ولادك ما بيحبوش السبانخ هيحبوها جدا بعد الطريقة دي. بس قبل ما أبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفوا قناتي، أنا اسمي نور، بحب الأكل الصحي وهدفي التشجيع على حياة صحية وأكل صحي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه للكل عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد بينزل، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اللايك بيرفع الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. تعليقاتكم الحلوة بتشجعني جدا استمر. يلا بينا نبدأ. كوباية ونص من دقيق القمح الكامل، دقيق الحبة الكاملة، الدقيق الأسمر، هو نفس النوع بس المسميات بتختلف. ده النوع اللي أنا بستخدمه وبلاقيه متوفر. معلقة كبيرة نشا بتدي قرمشة حلوة جدا، معلقة صغيرة خميرة، نص معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كركم هيدي لون حلو جدا وكمان قيمة غذائية، رشة من الفلفل الأسود. المادة الفعالة الموجودة في الكركم مش بتتفاعل غير في وجود الفلفل الأسود. ربع معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة بيكنج باودر. هقلب المكونات الجافة مع بعضها. في المرحلة دي ممكن إضافة أي نكهات مفضلة لينا. معلقة كبيرة خل بيدي هشاشة وطراوة المعجنات. معلقة صغيرة عسل عشان تفاعل الخميرة. معلقتين زيت زيتون البديل أي زيت نباتي بتستخدموه في العادي. للعجنة هستخدم مية دافية، هنزل بالتدريج لوقت الوصول للقوام المناسب. ممكن نبدل المية بلبن أو زبادي حسب ما تحبوا. كل ما نعجنها كويس النتيجة بتكون أفضل. هو ده كده القوام المناسب. عجينة طرية فيها سنة من التلزيق. استخدمت كوباية إلا ربع مية دافية للعجن. أنواع الدقيق بتختلف من نوع لآخر حسب قابلية النوع لامتصاص السوائل. إذا لقيتي إن العجينة محتاجة معلقة من الدقيق عشان توصل للقوام ده هنضيف. إذا لقيتي قوام العجينة تقيل ومفرول هنضيف معلقة من المية أو معلقتين ونقلبها لوقت ما توصل للقوام ده. هغطيها تخمر ساعة. هنجهز الحشوة. حزمتين من السبانخ غسلتهم كويس وقطعتهم قطع صغيرة. بصلة متوسطة قطعتها قطع صغيرة. ضفت عليها معلقة صغيرة من زيت الزيتون، رشة من الملح، وشوحتها على نار متوسطة لوقت ما دبلت بالشكل ده. هضيفها على السبانخ. نص معلقة صغيرة ملح، وزيها كمون، وكمان شطة والشطة اختياري. معلقة كبيرة عصير ليمون، نص معلقة سماق. هقلب الحشو مع بعضه كويس عشان المكونات تتشرب من طعم بعضها. هضيف الحشو في مصفى عشان يصفي كل المية الزيادة الموجودة في السبانخ. بلاش تدعكوا السبانخ عشان ما تنزلش الفوائد الموجودة فيها. العجينة خمرت وحجمها تضاعف. هقسمها قطع حسب ما تحبوا الحجم ايه، كبيرة صغيرة متوسطة. قسمتها 10 قطع. هغطي القطع وانا بشتغل عشان وشها ما ينشفش. هفرد القطعة سمك رقيق عشان حجمها بيتضاعف وقت التسوية. هحددها بأي شكل مدور متوفر عندنا عشان يكونوا كلهم نفس المقاس. الزيادات دي هلمها واشكلها تاني. هضيف الحشو. ممكن نبدل الحشو بجبنة وقطع من الزيتون والفلفل الألوان، عصاج لحمة مفرومة أو أي حشوات مفضلة ليكم. هنقفلها بالشكل ده. وهناخد الجزء ده نقفله بالشكل ده. ده كده بيكون شكل القطعة. الصينية اللي هرص فيها القطعة دهنتها بنقطة بسيطة من الزيت. هكرر نفس الخطوات في الكمية كلها.
العجينة طرية ومرنة وبتتشكل معايا بكل سهولة. هنفردها سمك رقيق عشان حجمها بيتضاعف وقت التسوية. هنحدد بأي شكل مدور متوفر عندنا عشان يكونوا نفس المقاس، والزيادات دي هنجمعها ونشكلها تاني. هضيف الحشو، هقفل على الحشو بالشكل ده. مهم جدا تكون ايدينا ما فيهاش ميه عشان نعرف نتحكم فيها كويس ونقفلها. شكلت الكمية كلها بالشكل ده. هدهن الوش بنقطة بسيطة من زيت الزيتون، ممكن نبدلها بصفار بيضة مع معلقة صغيرة من الخل. هدخل الصينية على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180، وهتابع التسوية. اول ما الاقي القطعة اخدت لون ذهبي من تحت في التسوية هشغل الشواية عشان الوش ياخد لون ذهبي. اول ما تخرج هنغطيها عشان تكون طرية معانا. الفطائر استوت. الله على ريحة البصل مع السماق وقت التسوية، روعة. ده كده بيكون شكلها. الفطائر من اشهى والذ المقبلات اللي بتزين السفرة في رمضان، ويا سلام بقى لما تكون صحية، هشة وطرية جدا، ريحتها رهيبة. ده كده بيكون شكل الحشوة. قدمت معاكم مخبوزات كتير صحية بالشوفان وبالدقيق الاسمر، بدقيق الشعير، بدقيق الذرة. هسيب لكم كل الوصفات في صندوق الوصف اللي حابب يشوفها. تيجوا ندوق بقى ونشوف الطعم ايه. الطعم حكاية. اتمنى تجربوها وتعجبكم. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد. دمتم بصحة وعافية.